هلا وهلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وافضل حال. اليوم سويت لكم دجاج بالكريمة والفطار، طعمه كلش طيب، لازم تجربونه، وكلش سهل وبسيط، وتقريبا مواده كلها متوفرة، وتقدرون تقدمونه ويا المعكرونة او تقدرون تقدمونه ويا التمن الابيض، كلش طيب بالحالتين. هسه قبل لا ابدي بطريقة العمل، اذا اول مرة تزورون قناتي اشتركوا بيها وضغطوا على جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل جديد. وهسه خلونا نبدي بطريقة العمل. بالبداية عندي صدرين مال دجاج، راح افتحهم بهاي الطريقة من الوسط، بس ما اوصلها للاخير، يعني ما اقسمهم افصلهم واحد عن الثاني، راح ابقيهم مرتبطات واحد بالثاني. بعدها راح ادقهم بالمدقة بهذا الشكل، او اي مطرقة انتم متوفرة عندكم تدقونه بيها. ادق صدر الدجاج حتى تتفتح الالياف مالته وبالطبخ يصير طري. راح ارش للصدر رشة ملح ورشة من الفلفل الاسود. اقلبهم على الجهة الثانية واعيد العملية مرة ثانية، ادقهم مرة ثانية وارش لهم رشة ملح ورشة فلفل اسود. حميت الطاوة كل زين على النار، راح اضيف مكعب واحد من الزبد. بعد ما يذوب مكعب الزبد راح اضيف صدر الدجاج واتركه الى ان ياخذ لون كلش حلو من جوا ويستوي. ابد ما اخلي صدر الدجاج هواي على النار، بس مجرد دقايق ياخذ لون من جوا، لانه راح ينشف المي مالته وبالاكل راح يصير قوي، وهذا اللون اللي اريده. بعدها راح اقلبه على الجهة الثانية وهمينه مجرد دقايق حتى يبقى محافظ على المي اللي بداخله. وهذا صدر الدجاج استوى عندي. بعدها راح اضيف بنفس الطاوة اللي قلينا بيها، يعني ما اغسلها، بنفسها راح اضيف مكعب من الزبد وبصل ثارمته كلش ناعم وفص واحد من الثوم، والثوم هارسته. بعدها راح ابقى اقلب بيهم على النار الى ان يستوي عندي شوية البصل ويذبل. اول ما يذبل البصل راح اضيف الفطار، مقطعته بهاي الطريقة. تقدرون تستخدمون الفطر الفريش او الفطر المعلب، وارجع اضيف كش قليلة من الزبد، ابقى اقلب بيهم الى ان يذبل عندي الفطر. بعدها اضيف خاشوقة ممسوحة من الطحين واقلبهم. ارجع اضيف عليهم كوب او قلاص كاملة من الحليب البارد، ابقى احرك بيهم الى ان يدخن عندي قوام الكريمة. واول ما تدخن الكريمة راح اضيف رشة ملح ورشة من الفلفل الاسود وخاشوقة صغيرة من الزعتر واقلبهم. وعندي المعكرونة سلقتها بس بمي وملح وكلش قليلة من الزيت وصفيتها من المي. بعدها راح اضيف لها رشة ملح كلش قليلة ورشة من الفلفل الاسود وخاشوقة من الزعتر واقلبها بهذا الشكل. اخلي المعكرونة بصحن التقديم واقطع الدجاج شرائح كلش رفيعة بهذا الشكل. اضيف الكريمة ويا المعكرونة بصحن التقديم واضيف عليهم الدجاج بهذا الشكل. واخر شي على الوجه راح ارشلهم رشة كلش قليلة من الكرفس او المعدنوس. وبهالشكل كمل عندي الدجاج بالكريمة والفطار، طعمه كلش طيب، لازم تجربونه. مثل ما قلت لكم تقدرون تقدمونه ويا التمن الابيض او ويا المعكرونة، بالحالتين طعمه كلش طيب. واللي هنا انتهى الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. لا تنسون اذا اول مرة تزورون قناتي اشتركوا بها وضغطوا على جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل جديد. ولا تنسون تدعموني باللايك وتعليقاتكم الحلوة، وشاركون الفيديو يا اهلكم ويا اصدقائكم. شكرا حبايب.